صباح يوم 6 اكتوبر لما عبرنا في 6 ساعات، ودول 6 حاجات دوائية غيرت مجرى الحرب، بتوضح فعلا دور الصيادلة كان عامل ازاي. جريدة القوات المسلحة المصرية نشرت ان كان احد اشهر الادوية اللي لسه ظاهرة جديد في وقتها بيستخدموها في علاج الحروق اللي ناتجة عن الانفجارات والحاجات البشعة اللي كانت بتحصل، كانوا سلفادايازين. كان الانجاز الطبي الغير مسبوق والمشرف للدكاترة والصيادلة في الحرب ان هم عملوا مستشفيات ميدانية مجهزة من طاقم طبي كامل وبأدوية وبأدوات جراحية لإنقاذ المرضى في أرض المعركة، وكانوا بيتنقلوا مع الجيش المصري في كل مكان هما بيروحوه. مش بس كده، ده الجيش المصري كان أول جيش عربي يستخدم حقائب الإسعاف الميداني اللي بنقول عليها شنطة الإسعافات الأولية في الحرب، ويحط فيها مضادات حيوية ومسكنات قوية وحاجات فيها محاليل علشان خاطر تنقذ أرواح المرضى. عشان كلنا إيد واحدة، فكان في موقف مشرف لشركة النصر للأدوية في الوقت ده اللي كانت بتشتغل بأقصى قوة ليها علشان توفر كل المحاليل والمضادات الحيوية والمسكنات اللي ممكن الجيش يكون محتاج. كمان في بعض المذكرات اتكتب فيها إن الجيش المصري كان بيستخدم المنشطات الذهنية زي الكافيين والأمفيتامين، بس يعني عند الاحتياج الأساسي ليها وتحت إشراف طبي علشان خاطر يحافظ على الجنود فايقين ومصحصحين ومركزين كده عارفين احنا بنعمل ايه كويس. تخيلين بقى ان في وسط كل الدخان والانفجارات اللي عماله تحصل دي، كانوا الدكاتره والصيادله بيخترعوا محاليل علشان خاطر يداووا بيها الجرحى والمرضى، فكانوا بيستخدموا الملح والكلور علشان خاطر يداووا الجرحى بتوعهم، ودي منشوره في مذكرات دكتور عبد المنعم فخري من مذكرات حرب اكتوبر. ودول كانوا اشهر 6 حاجات عن الادويه يبينوا دور جيش مصر الابيض فعلا في ارض المعركه، وقد ايه ان مهما حصل فاحنا ايد واحده. ده يوم سعيد على المصريين وحزين على اللي ما يتسموش، ولكن بكره هو يوم حزين على الشعب العربي كله. فكرنا ان اخواتنا بقالهم سنتين في نفس المعاناه، ولكن خلينا فاكرين ان في وعد من ربنا ان هيجي يوم وهينصرهم وهيخلصنا من الاعداء دول للابد.